ازيكم يا احلى بنات وامهات واخوات في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير وحب وفرح قلب. وحشني خالص خالص، وحشتوني. بقالي كتير بعمل لكم الفيديوهات من ورا الكاميرا. قلت لا، ما بدهاش بقى يا مرمر، اطلعي بقى لحبايبك اللي بيحبوكي. عملت كده مشروب، وقلت بقى ايه، اجي كده ادردش معاكم، لان انا اتبعت لي في الرسايل: فين يا مرمر؟ عايزين شويه كده توفيرات الميزانيات اللي انت كنت بتعمليها، انت فينك يا مرمر؟ طبعا انتوا حبايبي خالص، وانا بجد بجد بقى كنت محتاجه اطلع معاكم، لان كنتوا فعلا وحشتوني. بحبكم قوي قوي يا حبايب قلبي. بشكركم من داخل مصر وخارج مصر، بشكركم على الكومنتات القمر العسل اللي زيكم، وتعليقاتكم اللي فعلا بتشجعني، بترفع من روحي المعنويه، لان كنتوا فعلا عيلتي التانيه اللي قناتي بتكبر بيها، وصفحتي برضو بتكبر بيكم يا حبايبي. عايزه بقى يعني قبل ما اخش بقى معاكم في الفيديو اللي لسه داخل جديد، انا ماري داوود، قناتي اسمها مفيش اسهل من كده. يلا بقى اللي داخل جديد، يلا بقى مشاركه كده، وتعالوا بقى نخش ايه على الفيديو بتاع النهارده. بصوا بقى يا حبايبي، احنا عايزين بقى نبسط كده على نفسنا الامور بقى، ومش عايزين ايه نقول كلام كبير قوي ومكلكع قوي، لا احنا عايزين نبسط ايه، يعني الموضوع كده يبقى بسيط. انا بتكلم مع اخواتي وبتكلم مع ايه بناتي واخواتي وامهاتي كلكم كده يعني حبايبي. احنا كلنا عارفين الظروف يعني المعايش بقت يعني ممكن في ناس تقول ايه يا مرمر، الدخل المصاريف اكبر من الدخل. يعني ايه؟ بمعنى الدخل قليل والمصاريف كتيره. فطبعا كلنا بنمشي ببركه ربنا قبل اي حاجه، وقبل اي حاجه سواء حد بياخد مرتب، معاش، اي حاجه لو صغيره او اي دخل صغير، لازم نطلع الاول العشور بتاعه ربنا دي قبل اي حاجه. وصدقوني ما تشيلوش الهم، وربنا بيبارك وبيزيد. عايزين بقى نتكلم مع بعضنا كده في كام حاجه كده. ممكن الحاجه دي يعني تشاف، طب هو يعني انا هوفر ايه؟ ده انا يعني المرتب قليل، الدخل قليل، المعاش قليل يا مرمر، وانا عارفه اوفر، والمدارس داخله، والاولاد والمذاكره والدروس صدقوني يا حبايبي، اللي عايزه توفر هتوفر، اللي عايزه توفر هتوفر. مفيش شك ان احنا يعني امهات بنات، يعني كل حد فينا كده بيبقى نفسه يعمل حاجه. نفسي اجيب تلاجة، اغير التلاجة بتاعتي، نفسي اجيب شاشة، نفسي عندي بنوتة عايزة اجهزها، ابني في الجيش هيطلع عايز مساعدة نسنده، حاجات كده. يعني مش عايزة يعني ايه يعني اشيلكم كده فوق طاقتكم، بس انا عايزة الفت الانتباه في حتة ايه، لازما يعني نحط حسابنا، او نحط في دماغنا ان لو انا عندي بنت، لا البنت دي في يوم هتحتاج انها تتجهز، وهتتجهز احلى جهاز كمان، ودي مسؤولة مني. عندي ولد شاب حلو كده في الجيش او في الجامعه، طب ما هو عايز هيطلع، محتاج برضو ايه مساعده، محتاج حد يسنده يجهز معاه، خطب، عمل شبكه، هيجهز شقه، هيجيب فرش، هيجيب عفش. الحاجات دي كلها لازم نساعد اولادنا ونسندهم. طب يا مرمر، ما هو اللي جاي على قد اللي رايح، تمام، بس نقدر نوفر.
لو حاجات صغيره كده انت ممكن تشوفيها، الحاجات دي مش هيجي منها توفير. لكن لو احنا حطينا في دماغنا هنحوش، هنعمل جمعيه، هنوفر لو باقل الامكانيات. يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه بجد بقى. يعني انا من فتره كده كنت نازله مكان او وسط البلد يعني، ومعايا ايه ناس صحابي، تمام، بنتمشى كده يعني. فاتفاجئت المحلات بتاعت الاكل عليها زحمه، كافيهات زحمه. فيعني طبعا ايه يعني بتكلم مع صحابي وكده، طب دي الناس بتشتكي ازاي والزحمه زحمه في الكافيهات والمحلات الاكل، وازاي والناس بتشتكي؟ انا وصلت لحاجه، هي الناس فعلا يعني من الغلا بقت تشوف مثلا ايه، اما انزل اكل اكله ايه يعني هدفع فيها 250 جنيه 300 جنيه 500 جنيه هم يعني ده شوفي الطبخه مش عارف بقد ايه يعني 250 جنيه بس انزل واتفسح واكل، المشكله يعني؟ وال 200 جنيه دي بتجيب حاجه؟ ال 300 جنيه دي بتجيب حاجه؟ نفس برضو اللي بيحصل في الاكل في الكافيهات برضو. انزل اشم نفسي ايه يعني، اخد الاولاد ايه يعني كوبايه الشوب العصير او كوكتيل او مش عارف، اصرف لي 200 برضو 300 جنيه او 200 جنيه او ايا كان بقى الرقم. هو يعني بيجيبوا ايه؟ علشان كده انا بلاحظ المحلات محلات الاكل كتيره جدا، واكتر مشروع بيتعمل اكل ده كافيهات، لان هم اللي بيبقوا فعلا عليهم الطلب والزحمه. طيب عايزه اقول حاجه، انا مش بقولك احرمي نفسك او احرمي من اولادك او ما تاكلهمش بره، ما تشربهمش حاجه في بره، لا، انت ممكن تعملي ده مره في الشهر، لكن مش هيبقى في الاسبوع مرتين ثلاثه ونقول ايه مش ده احنا مش ده انا مش عارفه اوفر، ده انا باخد المرتب باخده من هنا بيتصرف من هنا، باخد المعاش باخده ما بيكملش اخر الشهر، اي دخل اي حد بقى بيجي له اي دخل من اي جهه يشتكي ويقول تقول انا مش عارفه يا مرمر اوفر، مش عارفه اعمل حاجه، ده خلاص البنت على وش جواز، ده الواد في الجيش وقرب يطلع ومش عارفه هيحتاج شقه، هيحتاج شبكه، هيحتاج نسانده، ومش عارفه اعمل اي حاجه. ليه ما تيجوا بقى نسهل على نفسنا كده ونتكلم في كام نقطه كده. لو يعني ممكن انت تشوفي الحاجات دي بسيطه وما توفرش، لكن مين قالك؟ حتى لو انت يعني نفسك تجيبي حاجه لنفسك لو صغيره هتقدري، لو انت عايزه توفري هتوفري. نفسي اغير ثلاجه، اجيب ديب فريزر، اجيب شاشه، اي حاجه نفسك تعمليها لنفسك حتى، وتيجي تقولي ايه انا مش عارفه اعملها يعني مش عارفه اوفر. طب ما نيجي مع بعض كده بالراحه كده نشوف ممكن نعمل ايه لو هنوفر حاجات صغيره كده. طيب ايه رايك يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا ست البنات؟ يعني انا مش يعني مش هينفع امشي حد بميزانيه معينه، لان اكيد كل حد مصروفه الميزانيه بتاعته بتختلف عن التاني اكيد، بس اكيد برضو كل يعني فاهمه او اي حد ماسك ميزانيه بيت بتبقي انت فاهمه انت تقدري توفري ايه وايه الاساس اللي هتجيبيه في البيت، وممكن توفري ايه يعني تشيليه على جنب كده. يعني مثلا يعني احنا هنضرب مثال صغير كده، يعني 5000 جنيه، يعني خليكي انت بتاخدي 5000 جنيه اوكي، انت بتبقى فاهمه ان انا يعني جواكي كده مخك شغال ان انا ممكن اقدر يعني امشي الدنيا ب 4000 وال1000 ده اشيله على جنب. خشي بقى بيه جمعيه يا مرمر، جمعيه
تربطنا وهتفضل بقى افضل واقبضها امتى؟ بعد 20 شهر، بعد سنه مثلا، بعد ممكن جمعيات بتقعد بال20 شهر بالسنه ونص عقبال ما اقبضها. لا يا مرمى. طب تعالي اقول لك على حاجه. دلوقتي بقى فيه يعني لو رحت عند اي جواهرجي هتلاقي سبايك ربع، سبايك نص، سبايك ربع، سبايك نص. بلاش سبايك، مش هنبدأ بالسبايك ولا الربع ولا النص ولا الجرام حتى. بريمة يعني انتي وفرتي 1000 جنيه، اوكي؟ 1000 جنيه. اجري على اي جواهر، جيبي بريمة، بريمة حلق. جبت البريمة، خليه الجواهرجي يكتب لك فاتورة. شوية البريمة دي هتقدري تكبريها. شوية البريمة دي هتبقى ربع سبيكة، السبيكة هتبقى نص سبيكة، شوية هتبقى جرام. هتحسي ان انتي الحاجة دي هتشجعك وتديكي حافز ان انتي انا عايزة اكبرها، عايزة احوش واكبرها. يعني احنا مش عايزين نستصعب اي حاجة. يعني عايزة اقول لكم يعني ابدأي زي ما انا قلت لك، ابدأي باقل حاجة ممكن تجيبيها، واحسن حاجة بجد بتتجاب وتقدري تستثمري فيها ومش هتخسري فيها الذهب. يعني انت لما تروحي تجيبي البريمه دي بتبقى من حلق مستعمل، هو مش هيحسب لك مصنعيه وهيكتب لك فاتوره وكل حاجه، وبتبقى عليها الدمغه. حتى السبائك الصغيره الربع بقى في الربع، بقى في نص، بقى في جرام، زي ما انت عايزه. المصنعيه بتاعت السبائك دي بتبقى قريبه خالص، يعتبر مصنعيتها كده يعني خفيفه. يعني حتى انت بعد كده لو عوزتي سبيكه حبيتي تستغني عنها، صدقيني مش هتحسي اصلا بخساره اي مصنعيه، لان الذهب فعلا في الزياده. اقل حاجه في الذهب هتجيبيها وتشيليها هتديكي حافز ان انت بتبقي نفسك تكبريها. طيب تعالى اقولك برضو شويه حاجات كده ممكن لو انت قدرتي توفري، زي ما انا قلت لك، من المرتب، من المعاش، من اي حاجه انت اي دخل بيجيلك، تقدري برضو تزودي في حاجات انت ممكن توفريها او تعمليها في البيت. زي ايه يا مرمر؟ تعالوا اقول لكم زي ايه. كنت انا قايله لكم قبل كده على موضوع الازايز، ازازه زيت، ازازه حاجه ساقعه، اي ازايز، ازايز شامبوهات، شاورات، اي ازايز تفضى عندك ما تستغنيش عنها، ما ترميهاش، حوشيها. عندك بقى مكان في البلكونه كده، مكان كده عندك بعيد عن الشقه، حبيتي تحطي فيه تحطي الحاجه دي فيها، الحاجات دي صدقوني ممكن انت تشوفيها هو ده هيعمل ايه. لا بيعمل. كنت عامله لكم فيديو يعني بجد انا جالي رسايل ايه يا مرمر الجمال ده، احنا عملنا وكسبنا كمان. تتخيلوا بقى، ازايز زيت، ازايز شامبو، ازايز اي ازايز ما ترميهاش، كيس كبير كده حطي، عبي الحاجه دي فيها، مكان بقى في البلكونه، مكان عندك كده على جنب، عبي الحاجه دي. الحاجات دي بتتباع بالوزن، اي اللي هم بتوع الروبيكيا اللي بيعدوا بياخدوها بالوزن. يعني جالك 100 200 مش احسن؟ هو عيب ولا حرام؟ لا مش عيب ولا حرام، ده حاجتك،
مش عيب ولا حرام. وبعدين ده لها اعاده تدوير معاهم، هما بيشتروها لها اعاده تدوير معاهم، ودي حاجتك. يعني جالك منها 50، جالك منها 100، جالك اللي جالك رزقك حلو، مش احسن ما ترميها؟ عايزه اقول لك حتى بواقي العيش اوعي ترميها. هاتي بواقي العيش دي اللي هي الكسر بتاع العيش، اي بواقي عيش عندك نشفيها الاول، افردها كده في حته كده، هويها خليها تنشف، وفي كيس عبيها. بعد ما تنشف حوشي بقى البواقي دي. البواقي دي بتتباع بالكيلو. لما تروحي السوق كده هتلاقي ايه الست اللي هي بتبيع الجبنه القريش والكشك اللي هو الكشك الصعيدي والشعريه اللي هي بتتعمل بلبن، الناس دي هتاخد منك، يعني هتاخد منك بواقي العيش دي بالكيلو. تقومي بقى انت تبيعي لها العيش بالكيلو، تجيبي لك بقى حتتين جبنه قريش، تجيبي شعريه تعمليها بلبن. المهم يعني ما ترميش اي حاجه انت ابدا بيها. يعني اللي انت بتعمليه ده يعني بتحافظي على النعمه، لان حرام طبعا نرمي العيش. في نفس الوقت انت بتفيدي غيرك، لان هي بتشتري منك، اكيد بتاكل طيور، اكيد بتشتري منك لان هي بتستفيد من العيش ده. فبرضه ارجع اقول لك ولا عيب ولا حرام. فاي حاجه اي حاجه تقدري توفري منها ما تقوليش لا ما اعملش. طب ما انت ابدا. الزيت عملتي سمك، اي زيت عندك خلاص بقى انت هتغيريه. خلاص بقى ده انا كفايه على الزيت ده كده، ما اروحش بقى ادلقه. لا، جيبيه صفيه وعبيه في ازايز. ده بيتعمل صابون سائل، بيتعمل صابون سائل. هتوفري بند. يعني لو هتغسلي بيه الاحواض، هتغسلي بيه السيراميك، هتغسلي بيه ايديك بعد ما تغسلي المواعين، المهم هتستفادي من الزيت وما ترموهوش. هتعملي بيه صابون سائل. انت ابدا حاجات انت هتشوفها صغيره يا مرمر، الحاجات الصغيره دي هتوفر معانا. يا حبيبتي هتوفر. انا بعمل كده وارجع اقول لك ولا عيب ولا حرام. عايزه اقول لك انت ممكن توفري لو انت يعني من حاجات صغيره كده اخدتي بالك منها، تقدري توفري منها. يعني عايزه اقول لك على حاجه، اما تجيبي اللحمه المفرومه دي او تجيبي البانيه، مش كل ما تعملي بانيه تنزلي تجيبي البانيه، مش كل ما هتعملي لحمه مفرومه او محتاجه لحمه مفرومه تنزلي تجيبي لحمه. لا، انت شوفي احتياجاتك في الشهر ايه. انا بحتاج مثلا في الشهر مثلا 2 كيلو لحمه مفرومه، 2 كيلو لحمه مفرومه، كيلو لحمه مفرومه، حسب يا حبيبتي احتياجك في الشهر. تجيبي احتياجك كده مره واحده في الشهر في البانيه واللحمه المفرومه عشان تقدري توفري. لكن انت لو كل اكله انت محتاجه فيها لحمه مفرومه تنزلي تجيبيها مش هتوفري. عايزه بانيه هنزل، لا مش هتوفري. هقول لك الفكره في كده ايه، ان انت لما تجيبي اللحمه المفرومه على بعضها ممكن تجزئيها مثلا ايه ربع ربع ربع، تجزئيها مثلا 200 جرام 200 جرام، يعني حسب كده هتقدري تتحكمي. تعمليها في اكياس، مره تطلعي كيس تعمليه، لو عملتي شويه مكرونه كده وتصبعي اعملي كفته. مره تانية هتطلعي كيس 200 جرام زي الاحتياج اللي انت بتحتاجيه. تمام. هعمل صينيه مكرونه بشاميل، طلعتي كيس تاني هعمل صينيه لازانيا. بلاش ده وده وده، هعمل مكرونه قلم وحابه ما اعملهاش كده،
يعني مش هعملها كمان فرن، مش هعملها بشاميل، هحط كده ايه المكرونه، هحط عليها كده ايه، هعصق حته اللحمه دي واحطها كده مع المكرونه. وكمان بقى هقول لك على حاجه، انت ممكن تخلي الكيلو 2 مش كيلو، هتلاقي الحاجه فيها بركه. طب ازاي يا مرمر كيلو اللحمه المفرومه يبقى 2 كيلو؟ تعالي اقول لك تعملي ايه. هتجيبي جزر وفلفل رومي، تمام، جزر وفلفل رومي وبصل. انا في اكلات بعيده عن الكفته بقى هحط اكياس الكفته، انا مثلا ايه مخليه الكيس ده 200 جرام لكفته، والتاني بقى كيسين، كل كيس 200 جرام انا عامله له الكفته. في اكلات تانية بقى عادي لو اتحط فيها الجزر، اتحط فيها البصل، اتحط فيها الفلفل الرومي، ده بتدي لذاذه وطعامه للاكل. هتمسكي بقى يا ست البنات، يا ست الكل، يا ست الحبايب، هتبشري الجزر وهتقطعي الفلفل الرومي ده زي شرايح كده، جوليان كده زي شرايح، تمام. وهتمسكي البصل نفس القصه، هتقطعيه والفلفل الرومي، وهتبشري الجزر واعملي تعصيجه باللحمه المفرومه، تمام. هتلاقي ايه الجمال ده، ايه الطعامه دي. وانا عامله لكم التعصيجه دي في القناه، عاملاها لكم في القناه وعاملاها لكم في الصفحه بتاعتي. الصفحه اسمها مفيش اسهل من كده مع ماري داوود، والقناه طبعا مفيش اسهل من كده. يعني اسم القناه مفيش اسهل من كده، واسم الصفحه مفيش اسهل من كده مع ماري داوود. خشوا وشوفوه، شوفوا اللحمه المفرومه انا عاملاها بالبصل، عاملاها بالفلفل الرومي وبشره جزر. بسم الله ما شاء الله، النص كيلو بقى كيلو، الكيلو بقى كيلو جنبيه. وكمان بيبقى يعني عايزه اقول لكم بيدي قيمه غذائيه عاليه للاكل. انا ما بعملش المكرونه البشاميل الا لما يكون فيه جزر مبشور وفلفل متقطع وبصل متقطع مع اللحمه المفرومه. يا سلام يا سلام على اللذاذه والطعامه، يا سلام يا سلام على اللذاذه والطعامه. تتخيلي بقى لو انت كمان عملت مكرونه عادي، يعني اي مكرونه، اي نوع مكرونه عندك، وحطيتي من التعصيجه دي تبقى جاهزه، بكيسها حطها في الفريزر، بطلعها بتبقى قمر، معموله جاهزه، بتبقى اكله لذيذه. فانت هتقدري توفري، بدل ما هتجيبي كل اكله هتنزلي تجيبي اللحمه المفرومه. انا نزلت نازله عشان اجيب شويه بانيه، الاكله مش هتلاقي نفسك بتوفري. لكن لما الحاجه بتجيبيها على بعضها للشهر تقدري تجزئيها وتقدري توفري وتقطع معاكي. عايزه اقول لك كمان بواقي الاكل ممكن نلاقي في التلاجة بتاعتنا من كل فيلم اغنيه. حرام الحاجات دي تستغني عنها وترميها، حرام حرام حرام. فتحت التلاجة هتلاقي حله فيها شويه رز، حله شويه طبيخ، حله شويه مش عارفه فيها ايه. ما تستغنيش عن حاجه. بواقي الاكل دي تجمعيها في علب فريزر، علب التلاجة تقفليها تحطيها في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجه، مش هيجرى لها اي حاجه. لو طبيخ وانت كمان حطاه في التلاجة عشان تضمني سلامته، طلعيه واغليه وسيبيه يبرد. بعد ما يبرد حطيه في العلبه بتاعت التلاجة وغطيه وحطيها في الفريزر. شويه فاصوليا، شويه لوبيا، شويه اي حاجه، قلقاس، اي حاجه، شويه رز برضو نفس القصه، الرز حطيه في العلبه في الفريزر. مش اي حاجه هتيجي في ممكن في قلب الاسبوع يوم كده انت مش قادره تعملي اي اكل، لمي كل ده وتبقى غدوه اكله. يوم تعبانه، يوم مش قادره فعلا تعملي اكل، الحاجات دي تنفعك، لميها كلها كده من الفريزر
ويبقى فضل ونعمه، واحنا برضو ما رميناش الاكل، لان احنا عارفين انتوا شايفين يعني الغلا، وحرام اصلا احنا نرمي اي بواقي اكل. اي بواقي اكل حرام ان احنا نرميها. كلها حاجات انتوا ممكن تشوفيها حاجات صغيره، بس صدقوني صدقوني هتوفر معاكم، يعني هتوفر معاكم وهتقدري تعملي حاجه. بس يعني انت هي محتاجه ايه؟ تشغيل دماغ. يعني فكره السبيكه تبداي زي ما قلت لك الحلقه البريمه ده، ابدأي ببريمه، مش حلقه بريمه، ببريمه. وبعد كده البريمه دي هتكبر معاكي انت، ده هيبقى حافز ليكي لاي ظروف يا ست الحبايب، لاي ظروف يا ست البنات، لاي ظروف. عندك بنت محتاجه تتجهز، عندك ولد اسم الله عليه كده شاب وقمر كده محتاج مسانده ومحتاج، فانت الحاجات دي لما تجمعيها كده هتلاقي منها، لا ده انا عامله مبلغ، ده انا عامله حاجه. يعني ما تستهونيش باي حاجه صغيره تقدري توفريها لنفسك، لاولادك، لنفسك. انت نفسك تجيبي حاجه، يعني مهما يكن دخلك ايه هتقدري توفري لو انت حطيتي في دماغك لا انا عايزه اوفر. وانا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وتقدروا توفروا. عايزه اقول لكم انا فرحانه قوي قوي ان انا يعني بقالي فتره زي ما انتوا عارفين كل فيديوهاتي من ورا الكاميرا، وكان فعلا نفسي اشوفكم ونفسي اطلع لكم ونفسي اتكلم معاكم. عايزه اقول لكم بحبكم قوي. قناتي فعلا بتكبر بيكم وصفحتي برضو بتكبر بيكم، انتوا عيلتي التانية. يا ريت بقى الفيديو لو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والمشاركه وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. واقول لكم ايه يا حبايب قلبي، دمتم في رعايه الله يا حبايب قلبي. باي باي.